بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي أخواتي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم الطريقة ديال التحضير اللحم ديال المناسبات. أنا هنا كان عندنا واحد المناسبة في الدار واستغليت الفرصة وقلت لا علاش ما نصورهاش معكم. هنا كيف ما كتشاهدوا معايا أنا خديت البانيو اللي سبق لي ورقدت فيه الدجاج، حكيت فيه الثومة، حكيها طحنيها اللي بغيتي ديري ليها. وهنا غادا ندوز باش ندير العطريه. عندي معلقه ونص ديال الخرقوم ديال العود او الكركم، خرقوم البلدي. عندي معلقه ونص ديال البزار او الفلفل الاسود. عندي هنايا معلقه ونص كبيره، دائما عبار بالمعلقه الكبيره ديال الزنجبيل او السكينجبير. عندي هنا معلقه ديال القرفه كبيره، انا درت غير معلقه لانني غادي نستعمل القرفه عواد. وغادي ناخذ شويه ديال الملحه حسب الذوق، الملحه كتبقى يعني على حسب الذوق ديالك. غادا ناخذ واحد المعلقه كبيره ونص ديال المروزيه ديال اللحم، حتى لجوج معالق. وغادي نزيد عليهم الماء. هنا عندي السمن، معلقه كبيره ديال السمن البلدي صافي. وغادي نزيد عليهم الماء وغادي نحرك هذيك العطريه نخلطها مزيان. وغادي نرقد فيها اللحم بطبيعه الحال، غادي ندوز غادي نرقدو بشويه بشويه وغادي نخليه يترقد تقريبا واحد جهه ساعتين بحال هكاك. هنايا كنستسمح الصوره وقفات ليا وما رديتش ليها البال. هنا رقدت اللحم ديالي كامل في البانيو، اللحم اللي تقريبا كان واحد من 8 حتى ل 9 كيلو على حساب داكشي اللي عندك. انا عطيتك غير الطريقه وكل واحد وحساب المستطاع ديالو. هنايا كيف ما كتشاهدوا من بعد ما رقدت اللحم ودرت عليه قبطه ديال الربيع والقزبر ومعدنوس. هنا زدت الضويمات ديال الزعفران اللي كنت نسيتهم ما ذوبتهمش مع العطريه، مع شويه الوليدات وشويه ديال الصداع وداكشي شويه كيتلفوك. وغادا ندوز هنا في هذه الاثناء نخليه مرقد وغنمشي نقطع البصله. غادي نقطعها وغندوز باش ناخذ الكوكوط. غنقسم اللحم وغندير هنايا البصله والقزبر ومعدنوس والزيت والماء الكافي اللي غيطيب ليا فيه اللحم، ما غاديش نشحرو صافي. هنا خديت عسلت البرقوق وكذلك فسخت اللوز وقليته. هنا راه طبيعه الحال الطريقه ديال البرقوق واللوز سبق لي تقاسمت معكم. وهنا درت بعد ما طاب اللحم درته في الطنجره تشحر واحد شويه وتعسل وتغمر. وهنايا اللوز مقلي من بعد ما قليته صافي. غادي ندوز دابا لطبق التقديم. هنايا الوالده ديالي هي اللي كتحط، يعني خليتها هي اللي كتحط، هي اللي غتعرف يعني شحال غتحط في الطبسيل على حساب عدد الافراد، لانهم كانوا غير شي حاجه قليله ماشي كتار بزاف العائله بيناتهم. نتمنى اخواتي هذه الطريقه اللي تقاسمت معكم ديال اللحم البسيطه اللي كتستعمل لا انا ولا الوالدين ديالي في الدار، الطريقه اللي كنطيبوا بها العاديه بغيت نتقاسمها معكم. هنايا كيف ما كتشاهدوا كتحط البرقوق واللوز، يعني العادي الحطه العادي. نتمنى ان هذه الطريقه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالدعم ديالكم وتشجيعاتكم باش نبقى دائما نقدم محتوى زوين ونقي. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالي ضغطوا زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى دائما يوصلكم كل ما هو جديد. بارطاجيو مع احبابكم واصحابكم باش تعمل فائده على الجميع. نتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.